هي كانت تجربة مختلفة، حاجة أنت مش شفتهاش قبل كده في حياتك، مفاجأة، خض، درس عملي جدا، اكسبتنا خبرات. الصبر والجلد، هي توتال أول في الآخر كله حلو. كل حاجة هنا بنظام، كل شيء بتوقيت، كل التفاصيل مدروسة، الصحيان بميعاد، الاكل بميعاد، النوم ليه مواعيد، وبسعرات حرارية محسوبة. كنا واخدين زي ديتوكس. بيهتموا بالدراسة زي ما بيهتموا بالبدني. كان بيجي لنا محاضرين من كل الهيئات، محاضرات تخصص، محاضرات تكنولوجية، حاجات ليها علاقة بعلم النفس، حاجات ليها علاقة بالأمن القومي والأمن الوطني، ليها علاقة بالدولة وتاريخنا السياسي، مكافحة فساد وغسل أموال وتمويل إرهاب. كان في معلومات عامة مهمة جدا. هتتعلم حاجات محدش هيقدر يديها لك تاني في حياتك. الرياضة كل يوم الصبح كده بتطلع الطاقة السلبية. غصب عنك كده هتخس 10 كيلو. لا أنا كنت خاسة قبل ما أدخل صراحة. ممكن عايزين نلعب كورة بنلعب كورة. أكتر حاجة حبيتها كان العجل، ضربنا نار، بس ما كنتش برشن قوي يعني. الفروسية كانت حلوة جدا. مفيش موبايل، دي طلعت حاجة حلوة جدا. بتعلمك ان انت مش اي حاجة تعتمد على التليفون. السوشيال ميديا اللي ما عادتش موجودة فجأة، شبه أعراض الانسحاب بتاعة الإدمان بالظبط. قدرنا ان احنا ندخل في يومنا حاجات مفيدة اكتر من الموبايلات. إيدك أصلا بتدوس لوحدها. ايه ده؟ هو فين؟ أنا ما دفعتش أي حاجة بصراحة ما صرفتش حاجة. كانت الدورة مجانية خالص. مظبوط. خلاص احنا بقينا واحد، يعني بقينا عيلة. عملت اخوات مش صحاب بس. عدينا بأوقات حلوة جدا مع بعض. دايما هنا الكل بيساعد التاني، كونت صداقات في كل المجالات. بقول لك دخلونا أغراب وطلعونا أحباب. الأكاديمية العسكرية المصرية بتقدم المعرفة وبتقدم التدريب والتعليم بسياساته المختلفة لكافة التخصصات. هي بقت بتطلع كوادر قيادية للدولة كلها. المكان ده بجد بيطلع ناس أبطال. منظومة عريقة، منظومة أصيلة. هي مصنع الرجال، رجالة وأبطال على أعلى مستوى. الأكاديمية العسكرية المصرية بتعمل على بناء كوادر قادرة على قيادة مؤسسات الدولة. برنامج ال6 شهور هو الأكاديمية العسكرية اللي بتشرف عليه مع باقي الوزارات. ال6 شهور بتوع الأكاديمية فرقوا معايا في تفاصيل حياتي الشخصية والمهنية كتير جدا. أنت بتنمي علمك، بتنمي تفكيرك، بتنمي نظرتك للوطن، وبيعرفك مصر هي إيه. نمت جوانا روح القيادة. خطوة مصيرية هتغير في حياتك، هتغير في شخصيتك، هتطلعكوا عندك وعي ومسؤولية. بتخلص 6 شهور وأنت عندك معلومة واقف على رجليك فعلا. أنا فخورة بالتجربة، طبعا أنا فخور. فخورة بالتجربة اللي عشتها، وفخورة بنفسي. أنا فخور بنفسي جدا. إحساس بالفخر كبير جدا. كل يوم حاسس بالفخر ان انت انضميت للمكان ده. الأكاديمية العسكرية المصرية فخر لكل المصريين.